بسم الله الرحمن الرحيم حبايبنا طلاب الصف الأول إعدادي في جميع أنحاء الجمهورية. دي الحلقة الخامسة من المراجعة النهائية للترم الثاني. هنشتغل من مذكرة مستر محمود زيادي، هي مذكرة حلوة جدا مجمع فيها كل أسئلة التقييمات من كتاب التقييمات وكتاب المدرسة. في Let's get started with the unit 11. بيتكلم عن إيه؟ بيقول لك the natural world، يعني العالم الطبيعي. ندخل بقى على الشغل على طول. يقول لك Victoria Falls اللي هو شلالات فيكتوريا is known for its powerful water that crash down with إنها بتختبط with a not sound. صوتها بيكون عامل إزاي؟ thunderous، صوت رعدي. أوكي طيب، number 2 Table Mountain is famous for having a not top which looks like a giant table. طبعا mountain هو الجبل، الترابيزة بيكون السطح بتاعه طبعا زي الترابيزة بالظبط، بيكون flat. فين flat أهي. Number 3, Lake Malawi is recognized for having the world's not variety of freshwater fish species. يعني species يا جماعة يعني سلالات. تعالى بقى كده راجع لي كده الكلمات معايا واحدة واحدة. species يعني سلالات أو مجموعة من الأسماك. fresh water اللي هو المياه العذبة أو الأسماك التي تعيش في المياه العذبة. variety of يعني تنوع من. التنوع إيه؟ التنوع من. فبيقول لك إيه يا سيدي؟ البحيرة دي معروفة بالتنوع الأسماك اللي فيها. طيب تنوع هائل طبعا، يبقى largest. number 4 the mist created. mist اللي هي شبورة. The mist created by Victoria Falls rises like. كانت الشلالات وهي بتنزل كده بالقوة الرعدية بتاعتها كانت بتعمل حاجة like السموك، بتعمل شبورة كده في الجو زي الايه الدخان بالظبط. Number 5 The natural wonders، العجائب الطبيعية، عجائب الدنيا الطبيعية مش المان ميد، لا اللي هي اللي ربنا خلقها. remind us بتذكرنا. خلي بالك ان كلمة remind تاخد حرف الجر ايه؟ of. اهي كلمة remind بتاخد حرف الجر of. the importance اللي هو أهمية of our planet. أهمية إيه؟ إن إحنا protecting. number 6 in Cairo في القاهرة it's not and very hot today with a high of 34. درجة الحرارة 34. طبعا الدنيا هتكون عاملة إزاي؟ sunny. number 7 What does the word sunny means؟ كلمة sunny معناها إيه؟ منطقي، هدور على حاجة فيها sunny اللي هو bright with sunlight اللي هي بتكون مشرقة كده وفي ضوء الشمس. number 8 the word hydrated. hydrated يعني رطب. means بقى اختار إيه؟ اللي هو فيها مية كفاية having enough water. number 9 what does I see؟ I see يعني في تلج وكده. describe إيه بقى؟ بيوصف إيه كلمة I see؟ بتوصف إن roads covered with ice، إن الطرق متغطية بالتلج. number 10 the word rainy. كلمة rainy بقى دي كل الحاجات، بص sunny hydrated icy rainy، كل الحاجات دي كلها من الصفات اللي بتوصف الويذر اللي هو الجو. فبيقول لك كلمة rainy بتشير لإيه؟ a day with a lot of rain، يوم مليء. a day with a lot of rain يعني يوم مليء بالإيه؟ بالأمطار. ندخل على number 11. بيقول لك هنا climate اللي هو الطقس أو الجو means. هنختار طبعا a typical weather in a place، حالة الجو في إيه؟ في مكان. ندخل بقى على 12. بيقول لك a fascinating animal is one that is very interesting and طبعا exciting. fascinating يعني رائع بتساوي interesting and exciting مع بعض. اوكي نيجي بقى على number 13. if an animal adapts، الدولة يتكيف adapts to its environment للبيئة بتاعته، it بقى ايه to survive، يبقى it changes بيتغير كده وشكله بيتغير علشان يتعايش مع البيئة اللي هو فيها. اوكي نيجي على مجموعة تانية. بيقول لك ايه the species الفصائل او السلالات of an animal refers to a specific ايوه group of that animal. في 15 a competitive تنافسية. competitive يعني ايه تنافسي. a competitive environment يعني بيئة تنافسية means an environment where فيها بقى ان الحيوانات بتعمل ايه، فيها بقى الحيوانات تعمل ايه اللي هو animals fight for resources، بتكافح وتحارب من اجل resources او مصادر الايه الطعام بتاعتها. اوكي number 16 nutrients. في nutrients اللي هي المغذيات are substances that give
energy and not to living organism. organism اللي هو الكائنات الحية بتدي energy and food أكيد. في 17 بيقول لك what is the synonym of the word amazing. معنى كلمة amazing يلا بسرعة. incredible and surprising. سهلة جدا. في 18 what is the meaning of the word mist. ما هي معنى كلمة mist يا شباب اللي هي الشبورة. فبيقول لك اللي هتكون ايه فكر كده clouds of water vapor اللي هو بخار المية أو سحب من بخار المية. في 19 what is the meaning of the word landmark. كلمة landmark معناها ايه بقى recognizable land feature يعني إيه علامة مميزة أو feature يعني علامة أو شكل مميز recognizable يعني مميز remarkable عشان كده جات من كلمة ايه landmark. number 20 في number 20 what does variety refers to. كلمة variety اللي هو التنوع بتشير لإيه؟ التنوع طبعا بتشير ل different kinds of types أنواع مختلفة وحاجات مختلفة. number 21 في 21 the word protecting. كلمة protecting اللي هو الحماية means أيوة caring for and keeping safe. caring for and keeping safe اللي هو يحمي ويرعى. 22 what does creation يا شباب يعني ايه creation يعني الخلق او الابداع هو ربنا هو اللي بيخلق طبعا الحاجات refers to بتشير لايه كلمه creation اللي هو process اللي هي عمليه of making something العمليه انشاء اي حاجه اسمها creation. اوكي 23 A determined person is someone who is very not to achieve their goals. شخص كده مصر وعنده إصرار يبقى الشخص ده eager to يعني شغوف أو مصمم على فعل حاجة معينة. في 24 a parade اللي هو موكب a parade is a public event يعني حدث عام where people not in a procession. procession يعني موكب برضو يبقى هنا نقول لو a parade is a public event where people not in a procession اللي هو الحشد أو الموكب أو المهرجان نقوله إيه بقى walk اللي هو بيمشي walk in a procession. في 25 worthy يعني يستحق means أو حاجة تستاهل means deserving of something because إن تستاهل حاجة because of one's not or action of one's إيه one's character علشان شخصية إيه الشخص ده أو الأكشنز بتاعته. The Great Pyramids of Giza أهرامات الجيزة العظيمة are an not wonder of Egypt are an طبعا مش هتكون new ولا ugly ولا modern يبقى an ancient اللي هو عجائب مصر القديمة. ندخل بقى على المجموعة اللي بعد كده بيقول لك ايه في number 27 the tourist is excited to visit both ان السائح بيكون متحمس جدا انه يزور both نقط and the modern wonders of Egypt انه يزور ايه ancient and modern كل من الجديدة والقديمة أو العجائب الجديدة والقديمة اللي بتكون موجودة في مصر. number 28 The Grand Egyptian Museum is located near the موجود جنب الايه البيراميد. 29 The tourist says they are eager to يعني متحمس أو شغوف ليه to see the wonders that seem متحمس إنه يشوف العجائب that seem إيه amazing اللي هي تبدو مذهلة. 30 The natural wonders remind us to عجائب الدنيا الطبيعية بتفكرنا to not for our planet طبعا to a to care for بتساوي كلمة protect كده بالظبط ممكن تجيب لك الكلمة دي أو تجيب لك الكلمة التانية اللي هي protect أوكي في 31 The Table Mountain is the most famous natural nut in South Africa من أكتر العجائب الدنيا الطبيعية المشهورة ها اللاند مارك طبعا لاند ماركس يعني علامة مميزة في South Africa. number 32 The facts show how living things زي الأشياء الحية أو الكائنات الحية not to survive بتعمل إيه بقى adapt احفظ لي كلمة adapt يا جماعة adapt to survive يعني التكيف على المعيشة. 33 Cairo is not than London today. Cairo is أنت عندك إيه؟
عندك than، يبقى إحنا عايزين الحاجة اللي فيها ER، يبقى warmer than. في 34. 34 نهى is taller. نقط مريم، سهلة جدا، تبقى than. 35 علي is the نقط boy in the class. طبعا دي المقارنة بين الواحد والكل، يبقى the cleverest. اوكي، اوعى تنسوا يا جماعة المقارنة اللي هنا شغل الوحدة ال 11. هنطبق بقى الشغل ده ونشوف المقارنة بتاعتنا لما ندخل نشتغل على الريرايت. حلو كده، نشوف هنحل ازاي. بيقول لك في rewrite the following sentences using the words in brackets. بيقول لك the elephant is big. الelephant بيكون ايه؟ big. تمام. the mouse اللي هو الفار is small. يبقى احنا عندنا big و small، وعندنا elephant و mouse. بنقارن في الصفات، وقال لك استخدم bigger than، استخدم أكبر من. يلا بينا. المعنى هنا بيقول لك ايه؟ الفيل كبير، الماوس صغير. حلو، يبقى الفيل أكبر من الماوس. هنبدأ بإيه؟ the elephant. the elephant is bigger. واوعى تنسى كلمة than the mouse. بمنتهى السهولة بقارن بين واحد وواحد في الصفة القصيرة، بحط لها ER واحط لها ايه؟ than. طيب تعالى هنا في number 2. بيقول لك this puzzle، اللغز ده is easy. that puzzle is difficult. اللغز ده بيكون سهل واللغز التاني بيكون صعب، وقال لك استخدم ذا. يبقى انت هتقارن ما بين الاتنين. سهلة جدا، تعالى نشوف هنعملها ازاي. هنقول this puzzle، هذا اللغز is عندك كلمة easy اهو فنهايتها ايه؟ y. هنشيل الواي ونحط I-E-R. easier than، أسهل من that puzzle، أسهل من اللغز التاني. أوكي، سهلة جدا. يلا بينا نشوف number 3. My house is far. Your house is near. بيتي بعيد وبيتك قريب، يبقى the nearer. قال لك استخدم the nearer يعني الأقرب. شوف بقى أنا هعملها ازاي. هنقول هو بيقول لك بيتي بعيد وبيتك قريب، يبقى بيتك هو الايه؟ الأقرب. يبقى نقول your house is the nearer، بيكون الايه؟ الأقرب. هو دلوقتي أنا ما جبتش على فكرة كلمة than، وعلشان ما جبتش الايه الطرف التاني اللي أنا بقارن بيه، وحطيت كلمة the أعرف إن البيت هو اللي قريب. تمام، يبقى هنقول your house is the nearer، بيتك هو الأقرب. أوكي، number 4. بيقول لك Sarah is talented، موهوبة. her sister is less talented، أقل منها في الموهبة. يقول لك than. تمام، في طريقتين للحل هنا. أول حاجة أنا ممكن أقول إن سارة أكثر talented من أختها، وممكن أقول أختها أقل منها. يبقى number 1 في الحل بتاعنا نقوله نبدأ بمين؟ بسارة is more talented than her sister. حلو. الحل التاني اللي أنا ممكن أعمله أقول Sarah's sister يعني أختي سارة is less talented than Sarah. يعني أخت سارة أهي، شوف أنا هعملها إزاي، هعلم لك عليها بالماركر. أخت سارة is less talented than سارة. طب لو أنا بدأت بسارة عملنا talented than her sister. يا رب يكون الموضوع واضح. طيب ندخل على مجموعة تانية، غير اللون نجيب اللون الأخضر بحبه. بيقولك إيه today is warm، النهاردة بيكون دافي. last night الليلة اللي فاتت was cold، كان الجو إيه؟ بارد. فقال لك استخدم warmer. يبقى هنقول النهاردة أدفى من الليلة اللي فاتت. نقولها إزاي؟ today is، موضوع سهل يا جماعة في المقارنات.
warmer دي صفة قصيرة حطينا لها er، واوعى تنسى كلمة than. today is warmer than last night، من الليلة اللي فاتت. طيب في number 6 بيقولك ايه هنا؟ the train هو القطار is fast. the bus is slow. الباص بيكون ايه؟ بطيء. فقالك استخدم than. نقول برضو ليها حلين، خلي بالك. اقول ايه؟ number 1 انا لو بدأت ب the train، لو بدأت بالtrain هنقول is faster than the bus. حلو. طيب يا مس لو انا بدأت بالباص هنقول the bus، اوعى تقول faster بقى، هنقول slower than the train، اكثر من ايه؟ القطار. تمام. طيب number 7. في number 7 Cairo is hotter than London. قال لك ايه؟ ابدأ بلندن. is not as مش زي. يبقى هنقولها ازاي؟ الموضوع سهل، شوف معايا هعملها ازاي. نقول لندن is not as hot، مش هقول hotter، hot as Cairo. حلو. لندن مش حر زي القاهرة، بنفس المعنى بتاع كايرو is hotter than London، يعني كايرو أحر أو أكتر حرارة من لندن. أهيت حطينا أدي as وأدي as وبينهم إيه؟ وبينهم hot ومعانا النفي. تمام. طيب نيجي على اللي بعد كده. بيقول لك سارة is 13 years old. منى is 14 years old. يبقى مين أصغر من مين؟ سارة أصغر من منى، وقال لك استخدم than. فهنا برضو لها حلين. أول حل لو أنا بدأت بسارة نقول سارة is younger. أصغر يعني إيه؟ أدي كلمة young أهي، هحط لها er وأوعى تنسى than. younger than مين؟ الطرف التاني منى. طيب نيجي بقى على الحل التاني. لو أنا بدأت بمنى، لو أنا بدأت بإيه؟ بمنى. خلينا نعملوها بلون تاني. لو أنا بدأت بمنى حلو كده، هتكون is older than Sarah. حلو كده. يبقى أنا عكست الصفة أهي older than، وهنا younger than. طيب نيجي بقى على number 9. في number 9 يا شباب بيقول لك علي is the youngest in the class. the youngest in the class أصغر واحد في الفصل. ايه ده يا مس؟ ده عايز مني younger. ايوه بسيطة يا شباب، شوف انا حلها ازاي. هضطر اجيب حد تاني عشان اقارن ما بين واحد وواحد. هنقول علي is younger than. طب younger than مين؟ than anyone in the class. anyone in the class أصغر من أي واحد فين؟ في الفصل. أنا جبت من عندي anyone ده الطرف التاني وعلي الطرف الأولاني علشان يبقى في مقارنة بين واحد وواحد. طيب تعالى في number 10. في number 10 بيقولك the weather الجو is hot today while بينما yesterday was cold. ولكن بقى امبارح كان الدنيا برد. قال لك استخدم colder يعني أبرد. مين اللي كان أبرد امبارح ولا النهارده؟ امبارح. يبقى هنبدأ بإيه؟ ب yesterday. شوف أنا بعملها ازاي بالعربي قدامي وأفسرها علشان أعرف أحلها. اعمل زي بالظبط. yesterday بيكون colder than أبرد من today. جبنا yesterday ادي الطرف الأولاني وtoday الطرف التاني و colder اهيت وجبناه زي. طيب نيجي بقى في number 11. في number 11 بيقول لك نادر is fastest runner in the race. أسرع واحد في السباق. وقال لك faster. نفس الفكرة اللي عملناها فين؟ عند علي بالظبط younger. هنعملها هنا. هنبدأ بإيه؟ هنقول إيه؟ هنقول نادر is faster than أسرع من أي واحد في السباق. faster than any runner or anyone in the race.
سهلة جدًا، واحفظ الطريقة دي عشان لو جات لك في الامتحان أو حاجة. أها، جبنا any runner أي عدّاء أو أي واحد بيجري في الrace في السباق. طيب في number 12 the lion الأسد is faster than the rabbit أسرع من الرابط. قال لك ابدأ براbbit. دايمًا السؤال ده متكرر وسهل جدًا. هابدأ بيه يبقى هاعكس الصفة دي. هنقول the rabbit الأرنب is عكس fast إيه يا جماعة؟ عكس fast slow is slower إيه؟ slower than the lion أبطأ من الlion تمام؟ طيب أنا يا مس مش عارف slower أنا مش عارف slower وعايزة أستخدم faster هل ينفع أستخدمها؟ أيوه عندنا حل تاني الحل التاني ممكن أبدأ بإيه برضه the rabbit أهو إن الأرنب بس هنفي is not isn't faster ما بيكونش أسرع من than the lion مش أسرع من الإيه الlion يبقى ده حل وده حل. طيب تعالى في number 13 في number 13 بيقول لك إيه the cinema is less beautiful than the museum أقل جمالا من المتحف فقال لك more قال لك إيه more يبقى عايزك تبدأ بمين ب the museum أهو موضوع سهل يا جماعة جدا the museum is أكثر more beautiful than the cinema. حلو كده. number 14 بيقول لك يوسف is clever than علي. يوسف is clever than مين؟ علي. قال لك استخدم ايه؟ less. يبقى هنبدأ ب علي سهلة جدا بس أنا هجيب صفة تانية أشوف أنا هعملها ازاي. علي is less أنا عايزة صفة طويلة less intelligent than أقل ذكاء من يوسف. بيقول لك يوسف is clever than علي. يوسف أمهر أو أشطر من علي فهنقول علي is less أنا جبت هو عايز less يبقى عايز صفة طويلة هجيب له صفة طويلة بتساوي كلمة إيه clever less intelligent than يوسف أقل ذكاء من مين؟ من يوسف. طيب نيجي بقى على 15 story مفيش قصة is more exciting than this story مفيش قصة أكثر إثارة أو أكثر متعة من القصة دي قال لك the most يبقى القصة دي أحسن قصة على الإطلاق نقوله إيه this story is the most exciting one the most exciting إيه one أحسن واحدة تمام كده خلصنا الورايت الجميل بكل التكات وتركاته. نيجي بقى على السؤال بتاع البوكس. في السؤال هنا بيقولك ايه عندك mist one of the most famous natural wonders is Victoria Falls واحدة من أهم عجائب الطبيعية اللي هي شلالات فيكتوريا located between Zambia and Zimbabwe تقع بين بلد زامبيا وزيمبابوي its powerful waters crash down with a not roar يعني هناخده كلمة thunderous صوت رعدي thunderous أو صوت قوي ماشي creating not that rises like creating بقى mist شابور rises like smoke it's often called the smoke that thunders. Another wonder is Lake Malawi بعد كده في بحيرة ملاوي known for its نقط of freshwater fish species variety تنوع السلالات للمياه العذبة الأسماك. These natural wonders remind us to بتفكرنا to protect كل الكلام ده حلينه قبل كده اهو. تعالى بعد كده flat largest city rises cold يلا بينا مش هترجمهم من الكلمات دي لسه حلينهم من شوية وركز معايا بقولك another wonder is Table Mountain one of the most famous landmarks واحدة من أهم أو أشهر الأماكن في South Africa it not above that it طبعا it rises إنها ترتفع فوق الجبل ده بيرتفع فوق the A of Cape Town the of the city
مدينة كيب تاون and is known for its ومعروفة بإتس إيه top it's flat عشان كده قال لك هي شبه التيبل كده like a giant table that's how it got its name finally Lake Malawi is one of Africa's not and the most beautiful lakes largest الأكبر والأكبر والأكبر إيه lakes اللي هو البحيرات الكبيرة it's also not lake نياسا واسمها يبقى it's also called lake نياسا طيب اللي بعد كده كلمة adapt تكيف fascinating مذهل species اللي هو سلالات competitive تنافسية nutrients nature is full of fascinating animals and plants for example the Venus flytrap is a not plant البلانت ده is a fascinating plant fascinating حاجة كده مذهلة هنعرف هو ليه fascinating علشان هو بياكل الانسكت هي نبات بياكل الحشرات to get the not eat it needs عشان ياخد المغذيات اللي هو عايزها اللي هو nutrients ماشي it needs to grow in the wild animals must في البرية الحيوانات must not to their environment must adapt إنها تتكيف في البيئة بتاعتها where they have to compete for food and space with other creatures. Some animals live in a environment. بعض الحيوانات بتعيش في بيئة competitive يعني تنافسية. طيب ندخل بقى على اللي بعد كده number 3. في number 3 بيقول لك survive يتعايش species fascinating competitive مش هترجمها لسه قايلين الحاجات دي دلوقتي بيقول لك rainforest اللي هي الغابة الممطرة is home to millions of different species السلالات المختلفة making it one of the most known places of the earth one of the most fascinating واحدة من أكتر الأماكن المذهلة حوالين الأرض not like the Venus flytrap like the Venus زي النبات الفينوس flytrap have features في مواصفات كده وفي حاجات that help them catch insects ان هو يمسك الحشرات for nutrients ليحصل على المواد الغذائية بتاعته in the wild في البرية animals must adapt لازم يتكيفوا and find ways to by competing find ways to survive يجدوا طرق للتعايش by competing for food في التنافس على الطعام water and shelter والمية والمأوى the jungle can be اللي هو jungle يا جماعة يعني الغابة بقى can be a environment can be a competitive الغابة من الأماكن الcompetitive جدا اللي هي التنافسية علشان التعايش where only the strongest animals thrive بس الحيوانات القوية هي اللي بتعيش تعالى بقى للي بعد كده بيقولك water fat legs unique dawns بيقولك ايه the camel is one of the most amazing animals living in the vast desert vast يعني واسع بتعيش في صحراء واسعة it has adapted بتتكيف perfectly to survive بتتكيف بطريقة perfect جدا إنها تتعايش under the hottest weather forecast بتعيش في الجو الحار جدا its long helps to walk easily long legs رجليها الطويلة it walk easily across the endless sand dunes اللي هو الكثبة الرملية اللي هو التلال الرملية unlike other animals مش زي الحيوانات التانية the camel can stay hydrated for many days الجمال بتقدر إن هي تكون جسمها رطب لمدة أيام طويلة its hump stores اللي هو السنام عارفين الصنام بتاعه أو السنام stores بيخزن بقى water بيخزن المية and its thick eyelashes ويرمشها السميكة protected from flowing sand آخر حاجة معانا
اللي هو الdialogue. أحمد وأمجد بيتكلموا إزاي يكونوا طلبة كويسين، فأحمد بيقول له Hi, how can I be a good student؟ إزاي أكون طالب كويس؟ فأمجد قال له Bring your books, raise your A when you want to speak، يبقى raise your hand، ارفع إيدك لما تيجي تتكلم. فأحمد قال له Okay, what do you do when the teacher is talking؟ طب أعمل إيه لما المدرس بيكون بيتكلم؟ فأمجد قال له نقط carefully and pay attention, it helps you understand. طبعا أكيد قال له listen carefully، سمع كويس وخليك منتبه، ده بيساعدك على إن أنت تفهم. فأحمد قال له what else can I do؟ طب إيه تاني ممكن أعمله؟ فأمجد قال له nothing only كذا your best، يعني اعمل أقصى ما في وسعك. only do your best، only do your best. فقال له thank you I try my best. طبعا قال له I will try my best، ماشي، أنا سوف أعمل ما بوسعي. كده خلصنا يا شباب مراجعة الوحدة ال11. لو استفدت اعمل شير ولايك وسبسكرايب، وانتظر الجزء السادس والوحدة ال12 قريب جدا إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.